السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفات عن بركة، ترحب بكم اليوم إن شاء الله. غنصاوب معكم واحد الشهيوة بنينة بزاف، كبسة بالطون، كتجي ساهلة لذيذة اقتصادية ودغيا دغيا، كتوجد ميم با 5 دقائق ولا 10 دقائق. ها هي وجدات معكم، كتجي رائعة وكتجي معلكة وما تشبعوش منها. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونبداو على بركه الله. المقادير وطريقه التحضير: هنا غناخذوا اي طنجره عندكم، غنضيفوا ليها زيت المائده، غنضيفوا تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار. غنشدوا واحد البصله تكون موين في الحجم ديالها، غادي نشلضوها مزيان وغادي نضيفوها للطنجره وغادي نشحروها مزيان في ديك الزويته. هنا غادي ناخذوا كاس اللي كيوزن ليا هنا 200 مليلتر، غنضيف ليه هنايا الارز. انا هنا خدمت بالارز الاسمر، يمكن لكم ديروا اي نوعيه ديال الارز بغيتو. غنرقدوه في الماء وغنغسلوه مزيان وغنخليه جانبا حتى نسقطرو. هنا غنضيف واحد 3 ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين، غنضيفهم للطنجره ديالي وغنشحرو فوق عافيه مهيله. غنضيف الفلفله، انا هنا كانت متوفره عندي هاد الفلفله الصفراء، يمكن لكم ديروا الخضراء ولا الحمراء اللي متوفر عندكم، يمكن لكم ديروه. كنشحر كلشي فوق نار هادئه حتى كيبدا يدبال معايا البصله والفلفله. غادي نضيف هنا 3 ديال الحبات ديال الفلفله الحاره. هاد الفلفله انا كانت عندي ما حراش بزاف، هادشي علاش درت 3 ديال الحبات. الا كانت عندكم فلفله حاره يمكن لكم ديروا غير وحيده فيها الكفايه. غنضيف كذلك واحد المعلقه صغيره ديال معجون الطماطم او هذيك مطيشه ديال الحك. صافي كنشحر كلشي فوق من عافيه مهيله حتى كيتشحر ليا مزيان فوق من النار. هنا غادي نضيف واحد الكاس لاروب ديال لاصوص طوماط اي نوعيه بغيتو، يمكن لكم كذلك تشدوا واحد 2 مطيشات يكونوا موين في الحجم ديالهم وتحكوهم تضيفوهم لهذا الخليط. الا ما كانش متوفر عندكم الصلصه ديال الطماطم الجاهزه. صافي كنشحر كلشي مع بعضياته حتى كيولي معايا القوام على هذا الشكل. هنا غنضيف واحد 3 ديال المعالق كبار ديال القزبر والمعدنوس مدقوقين. غادي نخلط كلشي فوق من النار، وغادي ناخذ واحد العلبه ديال الطون بالزيت ديالها، غادي نضيفها لهذا الخليط ديالي. ضروري كنأكد على بالزيت ديالها، حيت هذاك الزيت غيعطيكم مازال البنه في هذا الروز. انا هنا خدمت بواحد العلبه ديال الطون. هنا هذاك الرز ديالي اللي خليته ترقد في الماء مزيان وغسلته مزيان في الماء صفيته، وغادي نضيفو لهذا الخليط. نتوما ديروا الرز على حسب الافراد الاسره ديالكم، انا هنا درت كاس كبير ديال الرز. هنا غنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الملح ونصف معلقه صغيره ديال الابزار. صافي هذه هي العطريه اللي غادي نضيف. صافي وغادي ناخذ الكميه اللي درت ديال الرز ضربوها في جوج. مثلا درتو كاس ديال الرز، ديروا 2 كيسان ديال الماء المغلى، ضروري ماء المغلى باش ما يتعجنش لكم الرز. صافي وكنسد على الطنجره ديالي وكنخليها حتى كيتشرب مزيان هذاك الرز وكينشف معايا من الماء ديالو وكنحس به طاب. صافي كنطفي عليها العافيه وكيجي الشكل ديالو النهائي على هذا الشكل. غادي نقلبها معكم، غنديرها في الطبيسيل وغنقلبها معكم وشوفوا معايا الشكل النهائي. كتجي هاد الطبق رائع معلك لذيذ فيه المذاق ديال الطون مع المذاق ديال لاصوص طوماط مع الرز، شي حاجه طوب دي طوب. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم. وإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم خليو لي اللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم، كيفرحوني بزاف. وهنا بديت كنذوق معكم باش تشوفوا معايا الروز كيجي معلك وبنين، وتقدروا تقدموه كوجبه غداء او عشاء، كيجي بنين ولذيذ. بسم الله. واعره البنات، والمذاق ديال الطون مع لاصوص طوماط مع الروز كيجي بنين وما تشبعوش منه. شوفوا معايا التعليكه، شوف كيجي معلك ورائع. جربوه راه غادي يعجبكم وبزاف بزاف.